تخيلوا هذا المشهد، أنتم تمشون في شوارع الدار البيضاء النابضة بالحياة قلب المغرب، وفجأة تهتز الأرض تحت أقدامكم. ليس زلزالا، لكنه شيء قد يكون مدمرا بنفس القدر. أمامكم مباشرة يقف مبنى قديم متهالك على حافة الانهيار. ترفرف أشرطة الشرطة في النسيم بينما تتجمع الحشود، عيونهم متسعة من الخوف. هذا ليس مجرد مبنى، إنه ركيزة من ركائز المجتمع، شاهد على عقود من التغيير. الآن دعوني أقربكم أكثر. الجو مشحون بالتوتر، تعمل السلطات بحماس وتحدد المناطق، وتوجه الحشد إلى بر الأمان. كل صرير من هذا المبنى المتقادم يرسل قشعريرة في عمود المتفرجين. بالنسبة للسكان المحليين إنه أكثر من مجرد خطر على السلامة، إنه رمز لقضايا أعمق: الإهمال، مرور الزمن، وربما تذكير بما يمكن أن يفقد. هناك همس عاجل بين الحشد، مزيج من الخوف ودعوة إلى العمل. بينما نقف هنا نراقب وننتظر، السؤال الذي يطرحه الجميع: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستكون هذه قصة كارثة تم تجنبها، أم تذكيراً مأساوياً بما يمكن أن نخسره؟ ابقوا معنا، ابقوا آمنين، وتذكروا أن قصص مدننا غالباً ما تروى من خلال الحراس الصامتين الذين يصطفون في شوارعها. هذا المبنى في الدار البيضاء ليس مختلفاً، إنه يتطلب اهتمامنا ورعايتنا وعملنا. قبل فوات الأوان،